السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى عزيزي المشاهد أن تكون في صحة جيدة. أما بعد لكم تفاصيل القضية التي أثارت ضجة كبيرة في الجزائر بعد رحيل الطفلة الجزائرية حمادي صيدرة. بعد أن رافقت والدتها إلى إحدى الولايات لتقديم العزاء لأحد العائلات، شاءت الصدفة أن الطفلة سيدرة لم تعد إلى منزل عائلتها، وكانت صدفة حزينة حيت ذهبوا لتقديم العزاء وانتهى برحيلها عن عائلتها أيضا وفقدانها. في هذا الفيديو سنكشف المستور وحقائق صادمة للغاية، ولكن قبل الولوج في التفاصيل المرجو منك عزيزي المشاهد الدعاء للطفلة الجزائرية بالرحمة والدعاء لعائلتها بالصبر لفقدانها. بعد العثور على الطفلة يوم الخميس بمجهودات كبيرة من رجال أمن الجزائر، الجميع تعاطف مع هذه الطفلة الصغيرة البريئة التي ستكون بدون شك شفيعة لوالديها يوم القيامة. فبعد نشر العديد من الأخبار حول موضوع اختفائها ورحيلها، طرحت العديد من التعليقات، كان أبرزها أحد تعليقات إحدى الجزائريات التي كانت في المكان الذي اختطفت فيه الطفلة، حيت قالت إنه كاميرات المراقبة رصدتها وهي تمشي وحيدة خارج المنزل حتى اختفت، وبعدها للأسف الشديد رحلت عنا بدون عودة.